فقال أبو بكر بل نفديهم، قال عمر لا نقتلهم، قال أبو بكر أردت خلافي، قال ما أردت خلافك. فصار بينهما نقاش حماس في الدين، وارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له. لا، ما هو على رسول الله، لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، في أن من قال أن القرآن زيد فيه حرف أو نقص منه حرف أنه كافر، هذا باتفاق أهل العلم، أن من قال إن القرآن محرف كافر بدون تردد بين أهل العلم. ولما خرج موسى لميقات ربه قال لهارون اخلفني في أهلي. فكما أن موسى طلب من هارون أن يخلفه في أهله، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من علي أن يخلفه في أهله، فهذا وجه الشبه، وليست القضية قضية خلافة ولا شأن لها بالخلافة لا من قريب ولا من بعيد. اخلفني في أهلي، اخلفني في أهلي، اخلفني في أهلي، اخلفني في أهلي. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما خرج موسى لميقات ربه قال لهارون اخلفني في أهلي. اخلفني في قومي، اخلفني في قومي. واهم من الإعلام. ويسألونك عن الإعلام قل هو أذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. قال سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة للذين كفروا اليهود والذين أشركوا. 3 عقد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الله عز وجل يحاسب عليه. يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا، لاحظوا، واليهود والصابئين والنصارى. أنا أرى أن يتأمل هذه الآية حتى غير المسلمين. والصابئين قوم صبأوا ومعروف قصتهم، واللي كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمجوس
والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله على كل شيء قدير. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين صباح الصباح
نادى النبي الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. يعني وصورة المباهلة نفذها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية، وعدهم صلى الله عليه وسلم وجاء من الغد وأتى بفاطمة وعلي والحسن والحسين، وجاء بالثلاثة يطبق الآية التي أنزلها الرب عز وجل. فلما رأوه خافوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.